السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد في قناة عالم سميرة. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وأحوالكم طيبة. بغيت نشكركم أولا بزاف على التعاليق الجميلة والمشجعة وديالكم، وكنتمنى إن شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم. اليوم إن شاء الله غادي نقترح عليكم واحد الوصفة ديال فخيدة الدجاج، واحد التتبيلة رائعة ورز على الطريقة المكسيكية. بقاو معايا لآخر الفيديو إن شاء الله وتبعوا معايا المراحل. بالنسبة للتتبيلة ديال الفخيدة ديال الدجاج، أول حاجة غادي نشارك معكم كيفاش كنغسل الدجاج. هذه مدة طويلة. المهم كندير الدجاج كندير فيه معلقة ديال خل التفاح ولا أي نوع من الخل، الكركم أو الخرقوم البلدي، وكندير الملح وكنرقدو واحد المدة أقل مدة نصف ساعة. كتعرفوا الدجاج كيبغي شوية ديال كيبغي يترقاد باش تحيد منه هذيك الزفورة. هاد الوصفة اللي غنقدم لكم ان شاء الله كتجي كوجبة غداء او عشاء، كتجي جد سريعة وصحية حتى لاصحاب الحمية كيستافدوا منها. المهم خليته انا تقريبا واحد نص ساعة وغسلته مزيان وصفيته وحيدت ليه هذيك الجلده ديال اللي كتكون الفوق. انا بالنسبه لي ما كنبغيهاش، اللي كيبغيها ممكن يخليها وصافي. كنخليه حتى كينشف. وكندير هاد كناخذ سكين او لاموس وكنتكو بهذه الطريقه اللي كتشوفوا، باش التتبيله تدخل ليه مزيان وما كيتعطش في الطياب. المهم بالنسبه للتوابل انا غادي ندير واحد التتبيله جد رائعه اليوم وكتجي صراحه زوينه بزاف. كندير هنايا الملح دائما كيبقى على حسب الذوق. كندير هنايا بودره الثوم garlic powder. كندير هنايا الفلفل الاسود او الابزار حتى هو على حسب الذوق اللي كيبغي، واللي ما كيبغيش راه ممكن الاستغناء عليه. هنايا كنضيف الخرقوم البلدي او الكركم. زوين الكركم عنده مزايا كتير.
وجيت هنايا باش نوريكم الطريقه ديال البطاطس او البطاطا اللي غادي نشويها في الفران ان شاء الله. راه فايت ليا شاركت معكم عده انواع، وهذه ديال اليوم تقريبا راه نفس التتبيله، كاين غير واحد العنصر اللي زايد انتم غادي تشوفوه. كندير زيت البلديه، كندير الملح، القليل من الفلفل الاحمر، قليل من البزار، قليل من بودره الثوم، والقليل من الحار دائما كيبقى اختياري بالنسبه للناس اللي كيبغيوه. وكنزيد هنايا الاكليل جبل او لا روزميري. وهنايا كنزيد حبوب الكينوا. حبوب الكينوا راه غنيه عن التعريف، راه جد صحيه، لان كاين بزاف ديال النساء اللي كتكون عندهم الكينوا في الدار وما كيعرفوش الاستعمالات ديالها. هذه من بين الاستعمالات اللي غنقترح عليكم اليوم كتضيفوها لهاد التتبيله، كتجي رائعه جدا وكتاكلوا شي حاجه صحيه. الا بغيتوا ان شاء الله من بعد ونشارك معكم عده استعمالات للكينوا، راها رائعه جدا وصحيه، وممكن تبحثوا عليها وتعرفوا الفوائد ديالها. وغادي ندخلها للفران باش تحمر على درجه حراره 160. المهم كتحمر من الفوق ومن التحت على حسب الفران ديالكم. وهنايا بالنسبه للخضر المرافقه اللي غادي ندير، كما شاركت معكم بطاطا، هنايا درت مطيشه او طماطم قطعتها بهذا الشكل اللي كتشوفوا، ودرت براسل سبراوت او الكرومب صغير، المهم راه باين لكم في الصوره. ودرت الفلفل الاخضر الحار اللي كيبغيه، وتقريبا غادي ندير نفس التتبيله اللي درت للبطاطا، وغادي ندخلها الفران باش تشوى. المهم الوصفه ديال اليوم راه جد سهله وسريعه في التحضير كما كتشوفوا. صافي درت كما قلت لكم نفس التتبيله ديال البطاطا، وغندخلها حتى هي تحمر في الفران. وهنايا جيت باش نضيف زيت البلديه، وغادي ندخل الدجاج حتى هو الفران باش يتحمر على درجه حراره 180. المهم اللي يبان لكم تحمر. وغادي نضيف القطع ديال الحامض، صدقوني كيجي رائع جدا، كيطلق هذاك الحموضه ديالو وكيجي بحال معسل، كيجي زوين. صافي غادي نتبلو، غادي ندخلو الفران كما قلت لكم حتى يتحمر، وغادي نخرجوه. وهنايا غادي نشارك معكم واحد الروز كيجي جد رائع على الطريقه المكسيكيه. المهم بالنسبه لي انا، بالنسبه للمقادير درت كاسين ولا 2 كيسان ديال الروز. من الاحسن يكون الروز ديال البسمتي، هذاك اللي كيكون طويل. درت قليل من زيت البلديه، وغادي ندير الروز هنايا ما غسلتوش، غادي نديرو يتحمر بحال ماشي كنقليه، ولكن بحال كنقليه في الزيت. غادي نبقى نحرك باستمرار بهذه الطريقه اللي كتشوفوا. كندير الزيت سخون وكنضيف الروز وكنبقى نحرك بهذه الطريقه هذه. ما نتوقفوش من التحريك، لان الا توقفنا غادي تحرق لينا وما غيجيش المذاق زوين. وغادي نضيف هنايا فلفل احمر وحده قطعتها، بصل اخضر وفلفل حار اخضر، وعندي مطيشه وحده، طماطم حبه وحده قطعتهم قطع صغيره كما شفتوا. غادي نضيفهم للروز وغادي نستمر في التحريك حتى كيتحمر لي هذاك الروز وكيتغير ليه اللون ديالو.
هذا الروز كيجي جد رائع. هذه طريقه مكسيكيه، جربت انا شحال هذه وعجباتني وبقيت بحال معتمدها، كنديرها بزاف مع هذه الوصفه هذه. صدقوني راه كيجي رائع، كيجي واحد المذاق زوين في الروز بحال مقلي. هما كيستعملوا الحار بزاف في المكسيكيين في الوصفات ديالهم. نتوما لكم الاختيار، ديروا القياس اللي بغيتو نتوما ديال الحار. هنا كنضيف الملح وكنضيف الفلفل الاسود او البزار وكنستمر في التحريك. صافي كنستمر في التحريك حتى كيبان لي هذاك اللون ديال الروز كامل راه تبدل، تغير مايل الاحمر. صافي وكنجي باش نضيف الماء. راكم عارفين القاعده، كاس ديال الروز بجوج كيسان ديال الماء. انا بالنسبه لي هنايا استعملت جوج كيسان ديال الروز، اذا غادي ندير 4 الكيسان ديال الماء. والماء من الاحسن يكون طايب ما يكونش بارد. المهم هنا غادي نضيف كما قلت لكم 4 الكيسان ديال الماء، وغادي نخلي العافيه اولا النار مرتفعه حتى كيبدا كيغلى. كيبان لكم راه بدا داك الغليان ديال في الروز، وديك الساعات كنقص العافيه مزيان وكنغطيه وكنخليه يطيب حتى كينشف منه داك الماء تماما. صافي وكنطفي عليه. هذه هي القاعده ديال الروز بجميع انواعه. الا بغيتو يجيكم زوين ويجيو هذوك الحبات مفرقين، جهدوا العافيه حتى يبدا كيغلى لكم الماء. صافي ونقصوا العافيه وغطيه وخليه حتى كيطيب على خاطره وكينشف من هذاك الماء. انا هنا راه صورت لكم، يسحب لي واش صورت انا، يمكن ما صورتهاش ملي طاب لي الروز، بغيت نوريكم انه نشف، ولكن يمكن هذيك اللقطه مشات ليا. المهم اللي كيطيب وكينشف من الماء تماما، نعطيكم واحد النصيحه ولا تيب ولا هذه، كتغطيو بحال هكا بشي يا اما منديل. دابا انا بالنسبه لي راه طاب نشف، كتغطيو بهذا المنديل الورقي ولا منديل ديال الثوب. صافي وكتخليوه باش يبقى لكم باش ما ينشفش لكم. هذه نصيحه من عندي، لان الروز الا خليتوه مده طويله كينشف. صافي وها هي الوصفه ديالنا ديال اليوم واجده، قدمتها بهذه الطريقه هذه اللي كتشوفوا. كنتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا وعجبتكم هذه الوصفه ديال اليوم، وتطبقوها وتقولوا لي الاراء ديالكم. وان شاء الله الى فيديو جديد ووصفات جديده باذن الله. الى عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش تشجعوني ودعموني باللايك ديالكم. وبالنسبه اللي مازال ما اشتركوش انضموا للقناه، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد من القناه ديالي ان شاء الله. وشكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وفي امان الله.